السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نعمل معاكم طريقة الخبز بالأعشاب أو الشبت. ريحة وطعم رائعة، وهذا شكله من الداخل منفوخ والأعشاب واضحة. وهذه هي الطريقة معاكم والمقادير، وسبق عملناها قبل كذا من قبل كم سنة، لكن اليوم نجدد لكم الطريقة مع إضافة الأعشاب. وهذه معاكم المقادير: طحين، بيكنج صودا، والعسل والخل. نبدأها بالتفصيل وبدقة. ملعقة ونصف خميرة، ثم نضيف عليها ربع كوب ماء دافي، ونحركها ونضيف لها ملعقة كبيرة عسل، ونحركها ونتركها حتى تنفش، ثم نستخدمها. ثم نضيف في وعاء آخر ربع كوب أيضا ماء، ونضيف عليه ملعقة ونصف بديل البيض، ونحركه حتى يذوب تماما. وهذه معانا الخميرة نفشت. الآن نبدأ بوضعها على الدقيق. ننخل الدقيق مع إضافة باكنج صودا ربع ملعقة، والباكنج بودر ملعقة كبيرة كاملة، مع إضافة الملح، ونحرك. ثم نبدأ بإضافة السوائل: فنجان من الزيت نضيف، ثم بديل البيض نضيفه أيضا، ثم الخميرة اللي تضاعفت معانا، ثم نضيف بديل الحليب دفعات اللي هي عبوة كاملة طبعا، ونحركها بكل هدوء، ونكمل عبوة بديل الحليب الدافية، ونعجن بهذا المبسط بكل سهولة، راح تنعجن معانا. والآن نضيف لها الشبت، أو إذا مو متوفر نضيف لها أوريغانو، زعتر، أي أعشاب متوفرة عندك، ونحركها حتى تكون لينة وطرية وسلسة، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ، ممكن ساعة أو أقل، أو حتى يتضاعف حجمها. وها هي تضاعفت. الآن نبدأ فيها نعجنها من جديد، ثم نرش سطح بالطحين ونقطعها كور، ونرش أيضا اليد بالطحين والعجين أيضا حتى تتقطع معانا بسهولة ولا تلتصق بالإيد. ونعملها كور صغيرة ونضعها بالسطح المرشوش بالطحين ونرتبها. وممكن تعملي مثل ما أنا عملت، نلمها على بعض ونجمعها بالمنتصف من الأسفل، ونضعها على الجهة الملمومة. بعد ما نكمل بقية العجين نغطيها بإحكام حتى لا يدخلها الهواء وتنشف معانا، ونتركها أيضا تخمر. بعد تكويرها ممكن تنشف معانا ويتكسر السطح، نعجنها من جديد. وممكن أيضا عجنها مرة أخرى وتكويرها وفردها على طول. ونبدأ الآن برش الطاولة بالطحين وفرد العجين بالنشابة إلى دوائر كبيرة أو صغيرة حسب رغبتك، أو فردها بالإيد على نفس السطح المرشوش. ثم نبدأ بخبزها في الخبازة، أو إذا مو متوفرة نخبزها على الفرن في القلاية أو الصاج، ونضعها على الرف العلوي لثواني، ثم ننزلها إلى الأسفل داخل الآلة على الشبك، ونتركها أيضا لثواني. بسرعة راح تنضج معانا وتحمر، ونكون عيننا عليها لا تحترق. ونكمل بقية العجين على نفس الطريقة حتى تنتهي الكمية. وممكن نخلي واحدة فوق واحدة أسفل تحت، تحمر مع بعضهم اختصار للوقت وأسرع. وها هي نضجت معانا الخبزات، ونقدمها وهي ساخنة وبألف عافية.